لو بيبقى نفسك تذكر ربنا بس تايه وسط أذكار كتير ومش عارف تقول إيه، في الفيديو ده جمعتلك أجمل 8 أذكار شاملة هتغير لك حياتك للأحسن. كتير مننا لما بيحاول يبدأ يذكر ربنا بيبتدي يعرف شوية أذكار بيقولها شوية وبعدين يلاقي أذكار جديدة فيسيب القديمة ويفضل يتقلب بين دي ودي لحد ما يبعد ويبطل يذكر ربنا خالص. ركز معايا في ال8 أذكار دي، ولو واظبت عليهم كل يوم بنية صافية هتشوف الخير بيتفتح لك في كل حاجة في حياتك، بس أهم حاجة الثبات. أول ذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في كل مرة هتقول فيها الذكر ده فأنت بتعلن إن مفيش حد يقدر ينفعك أو يضرك إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولو قلته على طول وبإخلاص ربنا هيفتح لك الأبواب اللي كانت مقفولة وهيسهل لك أمورك كلها. تاني ذكر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. التسبيح ده قوي جدا وثوابه عظيم وبيساوي ساعات طويلة من الذكر. ثالث ذكر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده دعاء شامل وجامع لكل الخير، ولو مش عارف تدعي بإيه أو نفسك في حاجة ومش لاقي كلام تقوله، قول الدعاء ده وتأكد إن ربنا عارف اللي في قلبك وهيحقق لك اللي نفسك فيه في الوقت اللي فيه خير ليك. رابع ذكر هو سيد الاستغفار، وبنقول فيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الذكر ده رهيب لأنه بيجمع بين التوحيد والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. كل مرة هتقوله بإخلاص ربنا هيغفر لك كل ذنوبك بإذن الله. خامس ذكر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وده من أذكار الصباح والمساء، واللي يلتزم بالذكر ده كل يوم ويقوله 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل ربنا هيحميه من كل شر. سادس ذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وده دعاء سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، وبعديها ربنا قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني الوعد مش لسيدنا يونس بس، ده لكل مؤمن يلتزم بالدعاء ده. قوله دايما وشوف ازاي ربنا هيخرجك من أي ضيق أو هم وهيبدل لك حالك للأحسن. سابع ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده بقى كنز من كنوز الجنة، وفي معنى عظيم جدا إنك بتفوض أمورك كلها لله وبتعترف إنك من غيره ما تقدرش تعمل أي حاجة. في كل موقف وفي كل أزمة قولها بقلبك قبل لسانك. ثامن ذكر والختام الجميل هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تحبها. واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني الزم دايما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانك وقلبك، وربنا هيرزقك بكل الخير وهيبدل همك بفرح ويغفر ذنوبك بإذن الله. العلماء بيقولوا أقل الكتير إنك تصلي عليه 300 مرة في اليوم، ولو زودت طبعا يا ريت. حاول تثبت على الأذكار ال8 دي كل يوم، مش هتاخد منك أكتر من 5 دقايق، بس أكيد هتغير حياتك وهتفتح لك أبواب كانت مقفولة وهتخلي قلبك مطمن طول الوقت. خلي نيتك إنك تنشر الخير، وابعت الفيديو لحد بتحبه عشان تاخد ثواب عنك وعنه، واكتب في الكومنتات ذكر بتحبه ومحافظ عليه أو دعوة حلوة توصل لحد كان محتاج يسمعها النهاردة. سلام مؤقت على أمل نرجع تاني نقرب من ربنا بجد.